نفسي لما وقع اللي وقع صافي خلاص انكسر شيء داخلي رغم محاولات شخصيات هامة جدا. حتى أحد المسؤولين الكبار في المؤسسة قلت له لما حاول، قلت والله لو تعطوني $1,000,000 في الشهر لن أعود. قلت سأعود إلى وطني مرفوع الرأس، ولو تحط لي السيف على رأسي لن أحذفها. عار على كل صحفي أنه ينتمي إلى هذه المؤسسة لتستخدم هذه المصطلحات في تقاريرها، مصطلحات أقل ما يقال عنها أنها سوقية، سافلة منحطة، وتتهم دولة مسلمة، دولة جارة، بأنها تتاجر بشرف وعرض النساء ورجال المغربيين في سوق قالوا هم سوق السياحة الجنسية. أنا تركت السياسة لوقت آخر، أنا أبقى في الحال لأنه هذا الأمر يتعلق بشرف أمي وأختي وزوجتي وبنتي وأخواتي المغربيات، شرف الدولة المغربية. فأخلاقيا إذا أنا صمت من قناة رسمية، لا إذا صمت قناة جزائرية رسمية، ماشي إذا صمت كما قلت له في المكتب سأكون ديوت طبيعة الحال. نفسي لما وقع اللي وقع صافي خلاص انكسر شيء داخلي رغم محاولات شخصيات هامة جدا مهمة جدا تدخل للعودة. أنا رفضت أن أعود صراحة. خلوك ترجع بنفس الشرط القديم وحتى أحد المسؤولين الكبار في المؤسسة قلت له لما حاول، قلت والله لو تعطوني $1,000,000 في الشهر لن أعود بهذا العبارة. $1,000,000 لو تعطيني $1,000,000 قلت له لن أعود. احنا من لاصقين $1,000,000. انا تحديت واحد الناس $1,000,000 قلت لهم جيبوا لنا شي حاجه. لا كانت لانه واحد الثقه انكسرت. انت خدام من قلبك، كنت تعتبر هذيك المؤسسه مؤسسه ديالك، شركتك الخاصه، وهذا طبعا هذا شعور كل العاملين اللي كانوا من جيل تاسيس. دائما كنا نعتبر المؤسسة هي ديالنا، ملكنا الخاص، نذود عنها ونغار عليها ونبذل الجهد الغالي والرخيص ونضحي بوقتنا وبعائلتنا وكذا وكذا ومتابعة. في الأخير هذا جزائي لما قلت لك شيء يخص بلدي أنا وتقول لي أنت هكذا. قلت والله أنا قلت سأعود إلى وطني مرفوع الرأس، ولو تحط لي السيف على رأسي لن أحذفها. بهذا عبارة. كان هذا التغريده ديالكم اللي غادي نحطوها للاخوان. شوف بلاغ النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه كان دقيق باستثناء نقطه واحده. كان على خلفيه التقرير المسيء، قلت لهم يصححوها على خلفيه التقرير المسيء ديال الاعلام العار والشفار شرق الجدار الذي تناول بالسوء المملكه المغربيه والمراه المغربيه. كانت ربما هذيك ردة الفعل ديالك القويه والتي يعني اش نشكرك، ما يمكنش نشكرك عليها. كنظن قمتي بواحد الواجب الانتماء ديالك لهذا البلد اديتي عليه الثمن. دونك كنظن هذيك هي اللي كانت القطيعه، السبب ديال القطيعه. نعم بالتاكيد هذاك التقرير العار ماشي غير واحد، راه يوميا كيبثوا تقارير عار. انا ما عرفت انا هذيك واش مؤسسه اعلاميه فعلا ولا حاجه اخرى. ما بغيتش ننزل مستواهم لانه هي تقارير يوميه في التلفزيون الجزائري الرسمي. انا كننزل مع مخور اعلامي وفقط انا كنعتبره هذا كلام يقولوه. وعار على كل صحفي انه ينتمي الى هذه المؤسسه لتستخدم هذه المصطلحات في تقاريرها، مصطلحات اقل ما يقال عنها انها سوقيه، سافلة منحطة، وتتهم دولة مسلمة، دولة جارة، بأنها تتاجر بشرف وعرض النساء ورجال المغربيين في سوق قالوا هم سوق السياحة الجنسية. وما خلوا ما قالوا، قالوا مملكة الرذيلة. تصور مملكة الرذيلة، وتقرير في أشياء أخرى سياسية. أنا تركت السياسة لوقت آخر، أنا أبقى في الحال لأنه هذا الأمر يتعلق بشرف أمي وأختي وزوجتي وبنتي واخواتي المغربيات، شرف الدولة المغربية. فأخلاقيا إذا أنا صمت من قناة رسمية، لا إذا صمت قناة جزائرية رسمية، ماشي إذا صمت كما قلت له في المكتب سأكون ديوت. بطبيعة الحال. وكل من صمت فهو يعتبر ديوت بطبيعة الحال، لأن كلنا
انا اعرف بانك من اسره محافظه جدا، واعرف الوالده الله يطول لها في عمرها، الوالد رحمه الله عليه، يعني كلنا انا اب ديالي امام مسجد، كنا محافظون. لكن حينما يتعلق الامر بالشرف وبالوطن وبرموز المملكه وبعرض المملكه، لا وبحمله فالسكوت تواطؤ ودياثه. حمله لا تتوقف، حمله عدائيه شرسه فيها حقد اسود. ما تفهمش الحقد كاع، شيء غريب جدا، وإحنا صامتين الحمد لله وملتزمين بالحكمة. ما عمرنا هضرنا سي عبد الصمد، يعني قبل 5 سنوات ما عمرنا هضرنا، ما عمرنا بحثنا، ما عمرنا خرجنا كنقصفوا، ما عمرنا ردينا، ما عمرنا تناولنا، رغم أننا نحن المتضررون. وحنا المتضررين. لكن تبين بأنه كنت أكبر العارفين وأكثر العارفين أن الحملة كانت ممنهجة منذ عقود. نعم صحيح. أما ردة الفعل ديالنا جات الحمد لله، ما نقولوش عبر انتشار في المؤسسات الإعلامية، عبر انتشار في المجالس، عبر انتشار في أشياء كثيرة، وصور كل صورة نمطية خبيثة على المملكة المغربية وعلى المرأة المغربية، تسخير ربما حتى عناصر استخباراتية في الإعلام وكذا. في الأخير يقول لك عبد الصمد ناصر طرد لأنه ينتمي إلى المؤسسة الاستخباراتية أو الموساد، بكل غباء. والله العظيم كنت أضحك عليهم، نفس التهم، والله أغبياء. صنايبي تموله المخابرات المغربية والإسرائيلية والفرنسية عبد الصمد ناصر، خطيبة شخصية محافظة عصامية، لا حول ولا قوة إلا بالله. نحيدوا من هذه المصيبة الكحلة ديال هاد الجيران، هذا الكلام عليهم كينرفز.